حابب اعرفك يا صديقي ان ده الملخص التاني من كورو زي ما انت طلبت. فيلا بينا من غير مقدمات كتير نبدأ بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وليتس جو يا صديقي. ولما هارو بتروح كل اللي بتشوفه كان ودن الارنب اللي مرمي على الارض، وما كانش عندها فكرة ان لونا وكورو مستخبيين في الدولاب وبيكون الوضع جوه صعب جدا. بس وقتها اخت هارو بتنادي عليها فبتروح عندها، وده بيساعد نونا وكورو جدا. وبعدها نونا بتبدأ تفكر في ان اكيد الموقف ده هيخليه يديها اي مشاعر على الاقل، بس بتلاقيه محبط جدا وما بيكونش بيديها اي مشاعر. فنونا بتتحرج وبتحاول تتأسف، بس كورو بيقول لها انها جميلة جدا بس اللبس ده مش مناسب ليها، وبيمشي وبيكون واضح عليه الكسوف، على عكس نونا اللي كانت واقفة ومش مستوعبة اللي حصل وتقول هو ايه اللي بيحصل ده، انا ما كنتش كده، المفروض اكون البنت اللطيفة، ليه مش حاسة بكده؟ وبيكون كورو في نفس الوقت ده في التراب ومش بيكون مصدق انه عمل كده، فبيقول هو ايه اللي بيحصل، انا المفروض ماليش اي علاقة مع البنات اصلا. وكان واضح انه متلخبط جدا. وتاني يوم نونا بتروح الفصل وبتتمنى ان كورو يديها اي مشاعر، خصوصا بعد ما قالها انها جميلة وكانت فرحانة جدا، وبتقول له صباح الخير. بس ردة فعله كانت غريبة، كان متوتر اكتر من كل مرة، وحتى تصرفاته كانت باردة اكتر من كل يوم، زي ما يكون اللي حصل امبارح هو السبب. وبعدها اخيرا بيبدأ مهرجان المدرسة، والفصل بيقرر يفتح مقهى بازياء غريبة. واول ما نونا بدأت تروج للمقهى الناس بتتلم عليها، ومن بين الحضور كانت بنت اسمها اسيا، وبتكون قاعدة ورافضة تمشي مع ان صاحبتها عايزة تروح تشوف باقي الفصول. بس اسيا بترفض انها تتحرك، وبتقول وهي بتبص للمطبخ هو موجود هناك مش كده. وفي نفس الوقت هارو مرة واحدة بتحط على راس كورو ودن ارنب وتقول له لو عايز تشتغل يبقى على الاقل ساعد في الاعلان للمقهى مع نونا، وبتغمز لنونا انها لازم تستغل الفرصة دي. فكورو ما بيكونش مقتنع لكنه بيضطر يوافق، بس الغلبان مش بيكمل علشان نونا بتاخده المكان تاني، ومع انها بتخاف جدا الى انها اختارت بيت الاشباح. وبعدين لما نونا بتمشي الفستان بيتحشر ومش بتعرف تمشي، فنونا بتكون خلاص هتموت، مش بس من الرعب بسبب الاحراج كمان، على عكس كورو اللي كان بيبدأ يحلل تفاصيل بيت الاشباح. فبصت على كورو وبتطلب المساعدة، وبتكون هارو في نفس الوقت بتساعد صاحبتها في خبز العيش، بس فضلت سرحانة في قصة الحب بتاعتهم لحد ما بيتحرق العيش كله. وبنرجع تاني لكورو اللي اخيرا بيساعد نونا، وبعدها نونا بتقرر تاخده في رحلة مليانة حماس، واول محطة كانت انهم ياكلوا فطاير، فبتشتري له واحدة بس هو بيفضل باصص عليها وهي بتاكل، وبعدها بيقول لها ان في كريمة على خدها، والموقف بيكون رومانسي جدا، وحتى البياعين اتغاظوا منهم وكانوا غيرانين، وحتى عصفور بيروح عندهم وبياخد الفطيرة بتاعت نونا. بس طبعا نونا مش بتستسلم وعندها افكار تانية، فبتاخدوا الحفلة كلها طاقة. بس الزحمة كانت فظيعة لدرجة ان نونا وهي بتتكلم بيطلع انها بتتكلم مع واحد غريب، والمشكلة ان كورو شكله كان مبسوط باللي حصل، فنونا عملت قلب صغير لطيف وحطيته على خد كورو وبسته، بس بتلاحظ انه مش منطقي، فبتحاول ترسم عليه بس البالون بينفجر فيها، وده بيخليها تحبط لانها مش عارفة تخليه يديها اي اهتمام، وما بيبقاش في وقت والمهرجان هيخلص. وبيكون في نفس الوقت عند جسر الحب بتاع المدرسة كان في حبايب كتير ماشيين ماسكين ايدين بعض، والجو كان رومانسي على الاخر كده يا صديقي. فنونا بتفتكر ان ده المكان اللي هارو كان بتتكلم عليه، وان اي اتنين هيمسكوا ايدين بعض فيه فهيرتبطوا مع بعض. وفي نفس الوقت عند المقهى الاعضاء كانوا بيعانوا علشان مش عارفين يعملوا حاجة كويسة، والموضوع كان فوضوي، وحتى كانوا بيفكروا ينادي على كورو علشان يساعدهم. اما البنت اللي اسمها اسيا فمش بتقدر تقابل كورو نهائي، وده بيخليها تمشي وهي محبطة جدا. بنرجع لابطالنا لما كانوا على الجسر والناس كلهم بيبصوا لنونا على طول وبيسألوا بعض هو معقول البنت دي بتوعد الواد ده؟ فكده سوء الفهم بدل ما هيكون مع هارو هيكون مع الناس كلها. وبعدها بتجيلها فكرة فبتظهر كورو وتعمل نفسها بتعمل اعلان للمقهى بتاع المهرجان، فساعتها الناس بتغير تفكيرها وبعدها بتفتكر ان دي فرصة كويسة، فبتحكي لكورو عن المكان ده وتقول له انه معروف باسم جسر الحب، وان اي اتنين بيمسكوا ايدين بعض هنا
كده وقت المهرجان بتاع المدرسة هيفضلوا يحبوا بعض للأبد. وبعدين بتعمل نفسها لمست ايده بالغلط فبينصدم وبيسحب ايده بسرعة، فبتهزر معاه وبتقوله في ايه. فكورو بيبص الناحية التانية ومش بيكون عايز يتكلم. فنونا بيجيلها فكرة وبتعمل نفسها بيغمى عليها علشان تطلب من كورو انه يساعدها، وبيكون هدفها انهم يمسكوا ايدين بعض. فلو ده حصل مش هيقدر يطلعها من دماغه. بس اللي حصل ما كانش متوقع. كورو بدل ما يمسك ايديها بيلف ايدينه حوالين ظهرها وبيرفعها، وبيتكسف جدا وبيمشي وبيسيبها وهي لسه مش مستوعبة ايه اللي حصل. بس بيكون فاضل ساعة والمهرجان هيخلص، فنونا بيكون عندها امل فبتجري بسرعة علشان تشوف كورو وتقول ان لسه بدري على الاستسلام. بس للأسف صاحبتها في الفصل طلبت مساعدتها لان الناس اتجمعت عندهم بسبب اعلانها، والمقهى بقى مليان زباين. فبتبدأ تشتغل مع كورو لحد ما المهرجان بيخلص، وبتكون محبطة جدا لأن كل الخطط منجحتش. فما فيش حل غير إنها تروح البيت وتعيط مع نفسها. بس وقتها هورو بتلاحظ الحزن بتاعها وبتفهمها الحوار، فبتطلب من كورو يساعد نونا في ترتيب الطاولة، وده بيخلي أصحابها ينصدموا لأنها أول مرة تتصرف كده. بس ده بيزيد سوء الفهم أكتر وبيخلي نونا تحبط وما بيبقاش عندها طاقة، وهي بتشيل لوح الخشب مع كورو. ومرة واحدة كورو بياخد باله انهم ماشيين سوا لمكان معين، بس بيسكت لما بيشوف الحزن بتاعها. فنونا بتحاول تغير الجو وتقوله استمتعت النهاردة، بس على طول بتندم لانها بتحس انها بوظت كل حاجة وهو اكيد مش مبسوط. وتقعد تفكر لحد ما بتخبط في صندوق بالغلط وبيقع عليها. فوقتها كورو بيرمي اللوح اللي في ايده على طول وبيسحبها ناحيته. فنونا بتلاحظ انهم على جسر الحب، فالوضع بيكون محرج جدا والاتنين بيحسوا بتوتر شديد. فكورو بسرعة بيسحب ايده وبيقول المهرجان انتهى، فده مش هيبقى حقيقي. فنونا بتستوعب وبتقوله ايوه فعلا معاك حق، بس من جواها كانت تتمنى ان ده يحصل لما المهرجان كان شغال علشان الاسطورة تنجح. وطبعا زي ما احنا عارفين ده كله بيكونش ليه علاقة بالصحة. بعدها كورو بيقول لها النهارده كان يوم جميل، اول مرة احس بالاحساس ده. والجملة دي بتخلي ضربات قلب نونا تكون اسرع، وبتقول يعني هو قصده ان الخروج معايا كان جميل. وبعد المهرجان بيزيد عدد الحبايب في المدرسة بشكل غريب، ونونا بتكون شايفة ان الاسطورة مجرد كلام فاضي، بس مش بتبطل تفكير في اللحظات اللي قضيتها مع كورو. والاغرب من كده انها كل ما تشوفه جسمها بيتحرك لوحده وبتلاقي نفسها بتستخبى في اي مكان، وفي نفس الوقت بتحاول تتظاهر بالعكس وبتقوله صباح الخير. بس من جواها كانت بتقنع نفسها انها لازم تهدى وتكمل. وبعد المدرسة اصحابها بيقرروا يجمعوا الفصل علشان يروحوا يلعبوا، وهارو مش بتكون متأكدة لو هتروح ولا لا، لان لو نونا هتروح هي كمان هتروح. فنونا مش بتمانع وبتروح تلعب البولينج معاهم وبتكون شاطرة جدا. وبعد ما بتجيب ضربة ممتازة بتبدأ تسلم على الكل وبتكون فرحانة، والهدف الأساسي كان إنها تسلم على كورو علشان تستفزه. بعد شوية أخيرا بيرفع إيديه، بس في اللحظة اللي كانت هتسلم عليه بتفتكر لما مسك إيديها على الجسم، فوشها بيكون أحمر جدا وبتبدأ تتوتر. فبتعمل نفسها إنها تشتري حاجة وبتطلع تجري، وبيكون كورو مش في أحسن حال. فبيقعد مكانه وبيحط إيده على راسه وبيحاول يخفي وشه، لأن عمره في حياته ما سلم على بنت قبل كده، وشايف ان بنات المدينة جريئات شوية. بس بسرعة بيشيل الفكرة دي من دماغه، وانه انتقل للمدرسة دي علشان يتحكم في نفسه. بس ليه بقى الفترة الاخيرة كل شوية سرحان في حاجات زي دي؟ وبعدها نونا بترجع بس بتكون بعيدة عن كورو علشان بتكون مكسوفة. بس بعد تفكير بتقرر تواجهه، فبتروح عنده وبتقوله ينفع اقعد جنبك، ولكن هي بتقعد قبل ما يتكلم حتى معاها، وكانت مبسوطة انها قاعدة معاه. وبعدها بتطلب الكولا اللي في ايديه بحجة انها عطشانة، وبتكون متوترة جدا لانها عارفة ان الشرب من نفس المكان هيكون معناه انها قبلت، ودي خطوة من الخطة. وفعلا بتبدأ تشرب، بس كانت بتشرب بسرعة علشان تغطي على الكسوف. وبعدها بتديها وهي عاملة نفسها بريئة، وبتكون متأكدة ان ضربات قلبه سريعة زيها. بس
بس بسرعة بيهدى وبيقولها بكل برود مش محتاجها، اشربيها كلها، وبيسيبها وبيقولها انا هروح العب، بس بيعمل كده علشان يهرب. فنونا بتلبس ملابس شتوية وده بيخلي الكل يفضل باصص عليها، وبعدها بتروح لكورو وبتقوله انت لسه مغيرتش اللبس الشتوي، وبتبدأ توضح ان المدرسة فيها اختيارات الالوان لللبس الشتوي. وبعدها بيكون اصحاب كورو زهقانين فبيبعتوله رسالة بيطلبوا منه يجي ورا المدرسة، واول ما بيوصل بيبدأ يقولوله لحد امتى هتفضل تعامل نونا بالبرود ده؟ لو دينك بيمنع الحب يبقى خلاص ملكش دعوة بيها. وبيقولوله انه في كل مرة بيعامل نونا ببرود بتكون زعلانة جدا، بس برضه بتحاول تتكلم معاه وده بيوضح انها شخص طيب. اما صاحبه التاني اللي بيكون شايف كورو كمنافس مش بيقوله اي حاجة لانه عايزه يكمل تجاهل نونا علشان تتقرب منه هو بس. وبيسألوه الدين بتاعك بيمنعك من الكلام مع البنات، طب مش برضه بيقولك انك لازم تعامل الناس كويس؟ فكورو بيبدأ يتأثر بكلامه لانه عارف ان نونا كانت لطيفة معاه من اول يوم في المدرسة، بس برضه بيكون متردد. بس مرة واحدة بتظهر هارو وبتسأله ليه دايما بتعامل نونا ببرود؟ هي بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تتقرب منك، بس انت مش بتعمل حاجة غير انك بتبعد عنها، انت اكتر شخص مؤذي ليها. وبعدها كورو بيشوف مدرس كان شايل حاجات كتير وبيشوف نونا وهي بتساعده، فوقتها بيكون متأكد انها شخص طيب. وبعدها وهو داخل الفصل بيشوفها وهي متلخبطة علشان مش بيكون معاها الكتاب، فبيقرر لأول مرة ياخد خطوة وبيروح ناحيتها وبيقولها ممكن تتفرج معايا عادي. فهي بتكون فرحانة جدا وعلى طول بتقرب المكتب بتاعها، بس بيلاقي أصحابه واقفين بعيد وبيقولوله عاملها كويس يا غبي. وهارو بتكون نظراتها كلها غضب وده بيزيد توتره أكتر، وبتكون نونا حزينة جدا لأنه أخيرا أخد خطوة ناحيتها. بسبب اللي حصل بعدها بيكون صدمة ليها، كورو بيسحب المكتب ناحيتها وبيحط الكتاب بينهم وبيقول لها كنت بس مستغرب مش أكتر ومكانش قصدي أتجنبك. فوقتها نونا وشها بيكون منور وبتقوله شكرا ليه، والمشهد ده بيخلي كل أصحابهم يكونوا فرحانين جدا. أما كورو فبياخد قرار إنه لو مش هيحبها يبقى على الأقل يتعامل باحترام. وهنا بنكون خلصنا الملخص التاني، فلو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك علشان ندلعك معانا كده يا صديقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.